السلام عليكم ورحمة الله. مبروك تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى الدور الربع النهائي كأس العالم. وهذه لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني المغربي ولأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية. اسمحوا لي تعطلت، ولكن هذا الشيء كيرجع اللايف، واحد اللايف درتو في الفيسبوك ديال نهار الماتش وحبسوا لي الصفحة لمدة 72 ساعة. مبروك لنا جميعا التأهل دور الربع النهائي اللي غنكتبوه في التاريخ إن شاء الله، ومازال ما طويناش الصفحة ومازال العطي يعطي ان شاء الله. وشكرا للوليد على التكتيك العالي اللي ما خلاش المساحات للخصم انهم يدخلوا بالكره وخلاهم يستحوذوا الكره على برا الا في بعض الكرات القليله على رؤوس الاصابع، وحنا درنا النيه وضربات البوطو خرجت الحمد لله كيف ما كيقول. شكرا للعابه كاملين على المستوى الرجولي اللي كيقدموا رغم الاصابات 5 اللعابه ولا 6 اللعابه كيدخلوا مصابين وكيقدموا مستوى كبير. اللهم بارك. مرابط كيدخل كيذوق البرا ديال تسكين الالام وكيدخل كيتقاد شنو المستوى ديالو. اللهم بارك. وشكرا للعابه كاملين من بونو حتى الاخر واحد في الاحتياط. شنا بونو اللهم بارك تصدى 2 ضربات الجزاء، وكان لي الفضل انه مشينا للدور الربع النهائي. وشكرا لهم كاملين. مباراة غدا ضد المنتخب البرتغالي ما غتكونش سهله. المنتخب البرتغالي المنتخب اللي قوي، خاصنا نحترموهم ونلعبوا معهم كيف ما لعبنا مع بلجيكا واسبانيا، رغم ان مع اسبانيا ما سجلناش الفرص اللي جاونا، خصوصا ديك الفرصه ديال الشديره اللي ضيع. كنا غنساليو الماتش في 90 دقيقه، ما نلعبوش 120 دقيقه حيت عذبونا صراحه. 120 دقيقه وحنا راجعين للور وكندافعوا وهما ضاغطين علينا. البرتغال عندهم اللعابه اللي مزيانين وكيقدموا مستوى كبير. نتمنى غدا ما يكونوش في النهار ديالهم بحال كريستيان، رغم انه بعيد على المستوى ديالو مؤخرا، ولكن كيبقى من احسن اللعابه في العالم وحطم جميع الارقام القياسيه. وكيخصنا اننا نردو منه البال بحال دخل رسمي ولا كاحتياطي، هادشي ما كيهمناش. وعندهم بيبي وراموش اللي جا من هاتريك امام سويسرا، وجوان فيليكس وبرونو اللاعب اللي كيدير كلشي في التيران، خصنا نردو منه البال حتى هو. وعندهم اللعابه تقريبا كاملين كيماركيو، وخاصنا نركزوا 100% دفاعيا باش ما نخليوهمش يوصلوا الشبكه. بطبيعه الحال الوالد غيدخل يسد دفاعيا ويبدا يقلب على لي كونتر. نتمنى اننا نستغلوهم ان شاء الله ونستغلوا الفرص اللي غيجيونا ان شاء الله. ونتمنى اللعابه اللي مصابين يكونوا واجدين 100%، ولما لا ان شاء الله نزيدوا في التاريخ اننا مشينا لدور نصف النهائي كاس العالم. والهدف ديالنا كما كنقول ديما هو اننا نمشيو نتوجوا بهذه النسخه ان شاء الله، وحنا جميع الظروف متوفره لنا ان شاء الله وقادرين اننا نتوجوا بهذه النسخه، حيت لاعبين في بلادنا وقدام الجمهور ديالنا، والمدرب مدخل ديك الروح اللي كانت ناقصه المجموعه وكلشي كيتقاتل. وهذا الشيء اللي كان ناقصنا من شحال هذه، وحنا راه دايرين نيه الضرب في البوطو تخرج على برا كيف ما قالوا وليد. الا كانوا اللعابه واجدين ان شاء الله وليد ما غيخرجش على التشكيله اللي كيلعب بها ديما. ونتمنى انهم يفرحونا ان شاء الله ويمشيو على الهدف اللي حاطين كاملين قدام عينينا وغنوصلوه ان شاء الله. ما تنساوناش من الدعم ديالكم. دمتم في رعايه الله.